قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنشيلوتي ورودريجو. هكذا كانت نظرات المدرب أنشيلوتي عندما كان ريال مدريد متأخرا بنتيجة 2-0 خلال مباراة فياريال. المدرب الإيطالي لم يكن راضيا تماما عن أداء بعض اللاعبين داخل أرضية الميدان في الشوط الأول، لذلك قام ببعض التغييرات في الشوط الثاني، وقام بإخراج رودريجو، فخرج ولم يلق التحية عليه بسبب عدم رضاه عن قرار استبداله. وقد بقي مدرب ريال مدريد ينظر إلى اللاعب البرازيلي الذي توجه مباشرة إلى مقاعد البدلاء وهو غاضبا. وبمجرد أن سجل فينيسيوس هدفا، ذهب أنشيلوتي إلى رودريجو الذي كان في مقاعد البدلاء وأشار إليه بإصبعه: يجب عليك أن تلقي التحية، أليس كذلك؟ يجب عليك أن تحييني. الكاميرات رد فعل رودريجو بعد أن عاتبه أنشيلوتي، حيث بدا نادما على ما فعله، وقد أشار أنه كان لا يقصد ما فعله، ثم طلب منه الصفح لأنه كان غير مركزا ومستاء من أدائه على أرضية الميدان. توقف أنشيلوتي وركز مع ما تبقى من المباراة، وبعد المباراة فسر ما حدث وقال: رودريجو كان يعاني من حمل عضلي زائد، وفضلت عدم المخاطرة به ولم يقم بتحيتي. أعتقد أنه نسي إلقاء التحية. ويذكر أن الفريق الملكي قد نجح في قلب النتيجة على فياريال ليخرج بفوز صعب ليبلغ دور ربع النهائي.